حبايب الحلوين، كان يا مكان كان في زمان 7 إخوات، وأبوهم كان طحان. كل واحد في الولاد كان بيحب إخواته، وزي ما بتقول الحواديت وزي ما بتقول الأغاني، كل واحد في الإخوات كان بيحب الخير للتاني. وعاشوا 7 إخوات صغيرين وكبار، فيهم اللي يشتغل في الطاحونة بالنهار، وفيهم اللي يسهر يحرس الطاحونة في الليل، فيهم اللي يطحن وفيهم اللي يشيل. في ليلة من ذات الليالي ملك المدينة نام، ولما قام نده لكل حكيم وكل وزير وقال لهم: حلمت حلم اللهم اجعله خير. حلمت زي ما تكون بنتي الأميرة الكبيرة في ايدها رغيف، جت قطة بيضة أكلت من الرغيف. افتكرت القطة البيضة هتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة البيضة ما أكلتش إلا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة البيضة دي ايه يا ترى؟ لسه في حيرتي جت قطة سودة هي التانية أكلت من الرغيف. افتكرت القطة السودة هتاكل الرغيف كله، لكن لقيت القطة السودة ما أكلتش من رغيف الأميرة الكبيرة إلا فتفوتة صغيرة. احترت وقلت: القطة السودة دي ايه يا ترى؟ وعايزكم تقولولي القطة البيضة دي ايه والقطة السودة دي ايه، ومش بياكلوا إلا فتفوتة ليه، ومالهم ومال رغيف الأميرة الكبيرة؟ ده اللي قاله ملك المدينة. والحكمة من بعد ما فكروا قالوا: خير يا رب اللهم اجعله خير. والوزراء من بعد ما فكروا قال: خير يا رب اللهم اجعله خير. اهو ياما الواحد بينام وبيحلم الأحلام. بس اللي حصل حاجة غريبة، كل ما ينام الملك يحلم بالقطة البيضة والقطة السودة، قطة بعد التانية تاكل فتفوتة صغيرة من رغيف الأميرة الكبيرة. والمملكة تفكر ويحتار الملك أكتر وأكتر. وفي الآخر بعت الملك منادي يمشي في المدينة ينادي في الناحية والناحية دي، والمنادي قال: مكافأة من ملك المدينة للي يقول لملك المدينة على معنى حلم الأحلام. نرجع ل7 إخوات. ال6 الكبار قالوا: لو في حد يشتغل في الطاحونة بالنهار كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى الأحلام. أخوهم الصغير قال: أشتغل أنا في الطاحونة بالنهار، وأنا اشتغلت كتير يمكن يجيلكم الخير. وال6 الكبار قالوا: لو في حد يحرس الطاحونة بالليل كنا مشينا ورحنا وجينا وسألنا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير قال لهم: أحرس أنا الطاحونة في الليل، والخير لو جالكم يبقى كأنه جالي. وال6 إخوات سابوا الطاحونة ومشيوا وراحوا يسألوا على معنى حلم الأحلام. أخوهم الصغير يشتغل في الطاحونة بالنهار ويقول: لو اشتغلت كتير يمكن يجي الخير لإخواتي. ويشتغل ويحرس الطاحونة في الليالي ويقول: الخير لو جه لإخواتي يبقى كأنه جالي. يفوت النهار والولد الصغير يقول: فات النهار عليا وأخد من العمر شوية. ويفوت الليل والولد الصغير يقول: فات الليل عليا وأخد من العمر شوية. 7 أيام ب7 ليالي، والأخ الصغير يشتغل في النهار على طول ويحرس الطاحونة في الليل على طول، ويقول: فات النهار عليا وأخد من العمر شوية. ويقول: فات الليل عليا وأخد من العمر شوية. وفي ليلة من ذات الليالي جت للأخ الصغير فكرة. الأخ الصغير ما استناش لبكرة، راح يجري على ملك المدينة وقال له: من بعد 7 ليالي ب7 أيام عرفت معنى حلم الأحلام. الرغيف هو عمر الأميرة الكبيرة، والقطة البيضة هي النهار، والقطة السودة هي الليل. النهار بياخد من عمر الأميرة شوية، والليل بياخد من عمر الأميرة شوية، ويفضل الرغيف كبير، يعني الأميرة هتعيش كتير. هو ده الكلام وده معنى حلم الأحلام. فرح الملك قد إيه؟ الحقيقة كتير.
ادى الأخ الصغير مال قد إيه؟ الحقيقة كتير. وقبل الأخ الصغير ما يسيب قصر الملك ويمشي، ندهله الوزير وقال له: اشمعنى انت اللي عرفت معنى حلم الأحلام؟ ضحك الأخ الصغير وقال له: اكمني بحب كل إخواتي، اشتغلت بدلهم بالنهار، ولقيت النهار كل ما يفوت عليا بياخد من العمر شوية، وسهرت بدلهم أحرس الطاحونة، ولقيت الليل كل ما يفوت عليا ياخد من العمر شوية، واللي يحب إخواته بيلاقي الخير في كل حياته. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.